السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا موضوع مهم بزاف كيهم الجماهير المغربية، وغادي نهضروا على جوج أخبار كبرات بزاف في الساعات الأخيرة. الخبر الأول كيتعلق بالموهبة الصاعدة أيوب بوعدي، واللي ولا حديث الإعلام المغربي والفرنسي بسبب القرار المنتظر ديالو بخصوص المنتخب المغربي. أما الخبر الثاني فهو بخصوص إبراهيم دياز، وسط حديث متزايد على إمكانية انتقاله إلى AC ميلان خلال الفترة المقبلة. خليكم معنا حتى الأخير، لأن التفاصيل اللي غادي نشاركوا معكم اليوم مهمة بزاف وفيها معطيات جديدة قد تغير بزاف ديال الأمور بالنسبة لمستقبل المنتخب المغربي. أيوب بوعدي اللاعب الشاب المتألق مع نادي ليل الفرنسي فرض راسه بقوة هذا الموسم رغم صغر سنه، إلا أنه بان بنضج كبير داخل الملعب، سواء من ناحية التحكم في الكرة أو طريقة اتخاذ القرارات أو القدرة على اللعب تحت الضغط. هذا المستوى الكبير خلى بزاف ديال المتابعين يتحدثوا عليه كواحد من ابرز المواهب الصاعده في اوروبا، وخلى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تتابع وضعيتها باهتمام كبير. الخبر اللي زاد حماس الجماهير المغربيه هو ان مجموعه من التقارير تحدثت عن وجود رغبه كبيره باش اللاعب يمثل المنتخب المغربي في المستقبل القريب. هذا المعطى خلق تفاعل واسع، خصوصا ان الجميع كيشوف ان بوعدي عنده امكانيات كبيره بزاف. اللاعب يقدر يقدم إضافة مهمة لخط وسط المنتخب المغربي، لأنه كيتوفر على هدوء كبير، رؤية واضحة داخل الملعب، وقدرة على الربط بين الدفاع والهجوم. الإعلام الفرنسي بدوره بدا كيهضر بزاف على هذا الموضوع، خصوصا أن فرنسا كتعتبر أيوب بوعدي واحد من أهم المواهب اللي عندها، ولهذا السبب أي قرار لصالح المغرب غادي يكون عنده وقع كبير. ولكن انتظروا، لأن هذا الشيء ماشي هو الخبر الوحيد المهم اليوم. في المقابل اسم إبراهيم دياز عاد بقوة إلى الواجهة بعد انتشار حديث عن إمكانية انتقاله إلى AC ميلان. إبراهيم دياز سبق له اللعب مع النادي الإيطالي وقدم مستويات كبيرة ونجح في كسب حب واحترام الجماهير بفضل المهارات اللي كيتوفر. وفي مفاجأة كبيرة عاد اسم إبراهيم دياز ليتصدر عناوين الصحف الرياضية بعد ما خرجت تقارير إيطالية كتأكد باللي AC ميلان باغي يرجع النجم المغربي لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل. إبراهيم دياز اللي كيبصم على مستويات ممتازة مع ريال مدريد CF ولا واحد من أهم الأوراق الهجومية عند المدرب، خصوصا بفضل المهارات ديالو، السرعة والقدرة على صناعة الفارق في أي لحظة. ولكن حسب نفس المصادر إدارة ميلان كتعتبر دياز اللاعب المثالي لتعزيز خط الوسط الهجومي، خصوصا أن الجماهير ديال الروسونيري مازال كتحمل ليه حب كبير بسبب الأداء الرائع اللي قدموه في فترته السابقة مع الفريق. الصفقة ما غاديش تكون سهلة، لأن ريال مدريد كيشوف إبراهيم دياز لاعب مهم داخل المشروع الرياضي ديالو، وزيد عليها أن اللاعب نفسه مرتاح بزاف داخل النادي الملكي وكيعيش واحد من أفضل الفترات ديالو. من جهة أخرى بعض التقارير كتشير أن ميلان مستعد يقدم عرض مالي قوي مع ضمان رسمي لإبراهيم دياز باش يكون أساسي في التشكيلة، وهو العامل اللي ممكن يخلي اللاعب يفكر بجدية في العودة إلى الدوري الإيطالي. شوف شنو واقع في الساحة الكروية. كاينه ضجة كبيرة في السوشيال ميديا وناس بزاف كيهضروا على احتمال انتقال لامين جمال للمغرب. واش بصح ممكن نشوفوا هذا النجم الشاب بقميص مغربي ولا غير إشاعات كتدور بلا أساس؟ الحقيقة لامين جمال دابا مركز مع الفريق ديالو وما كاين حتى إعلان رسمي على شي انتقال، ولكن المفاجأة الكبيرة هي الاهتمام الكبير اللي ولا كيجي من جماهير المغرب. واش ممكن في المستقبل يتبدل كل شيء ولا غتبقى غير هضرة مواقع؟ قول لي في الكومنتير، واش باغي تشوف لامين جمال في المغرب ولا لا؟ جميع الاحتمالات بين الاستمرار مع ريال مدريد CF أو العودة إلى AC ميلان اللي مازال كيشوف فيه واحد من أفضل اللاعبين اللي حملوا قميص الفريق في السنوات الأخيرة.